بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن سلسلة التحضير لمباراة التعليم المقبلة إن شاء الله مع الأستاذ أمين صدقي. فهذه الحلقة تندرج ضمن سلسلة ديداكتيك المواد التعليم الابتدائي، حيث أحببت أن أتقاسم معكم طريقة بسيطة لإعداد جدادة أي مكون في مادة اللغة الفرنسية. إذا كلا يطلع عليكم نمر مباشرة لطريقة إعداد الجدادة، وبداية مع الترويصة. فأي جدادة تتكون أولا من الترويصة، أو ما يسمى باللغة الفرنسية لونتيت. إذا بالنسبة لترويصة اللغة الفرنسية فتتكون من مجموعة من الخانات. الخانة الأولى نضع فيها مثلا U.D، يعني Unité Didactique، الوحدة الديداكتيكية. وكما نعلم في المنهاج المنقح الجديد الذي نعمل به الآن، كل مادة من المواد تتكون من 6 وحدات ديداكتيكية. 3 وحدات ديداكتيكية تمرر في الدورة الأولى، و3 وحدات في الدورة الثانية. وكل وحدة تتكون من 5 أسابيع، 4 أسابيع لإرساء الموارد، ثم الأسبوع الخامس تقويم ودعم تلك الوحدة. الخانة الثانية نضع فيها فيش، يعني جدادة أي مكون. فيش دو لا ليكتور، كونجيغيزون، أورتوغراف، غرامير، ليكتور ديكسيون، ليكسيك، برودكسيون إكريت، بروجي دو كلاس، كومونيكاسيون أكت دو لونغاج، إلى غير ذلك. بالنسبة سيمين، يعني الأسبوع الأول أم الثاني أم الثالث إلى غير ذلك. تيم يعني المجال. اكتيفيتي يعني المكون، ليكتور، كونجيغيزون، اورتوغراف، غرامير الى غير ذلك. انتيتولي يعني العنوان. اوبجيكتيف يعني الاهداف. سوبور ديداكتيك يعني المعينات والوسائل الديداكتيكيه التي ستستعملها في هذا الدرس. بعد ذلك دوغي يعني المده الزمنيه. فمثلا بالنسبة لاليكسيك، نعلم أن لاليكسيك تمرر في المستوى السادس في حصتين من 30 دقيقة. مثلا بالنسبة لمكون الجرامير يمرر أيضا في حصتين من 45 دقيقة. مثلا بالنسبة للاليكتور تمرر في 4 حصص، حصتين من 30 دقيقة وحصتين من 45 دقيقة إلى غير ذلك من المكونات الأخرى. فمثلا سنقوم بملء هذه الترويصة كنموذج فقط. مثلا unité didactique 1، fiche lecture، semaine 1. بعد ذلك التيم. بالنسبة للمستوى السادس مثلا هناك مجموعة من المجالات: مجال لو موند دو ليكول، مجال ديال فواياج اي سوفونير، المجال ديال سونتي اي مالادي الى غير ذلك. فمثلا سنقوم باختيار لو موند دو ليكول. اكتيفيتي كما قلنا ليكتور. انتيتولي تختار عنوان ذلك النص مثلا الذي تريد أن تقدمه في تلك الحصة. Objectif يعني الأهداف. سأحاول أن أعطيكم بعض الأهداف التي تستعمل دائما وصالحة لأي نص، يعني صالحة للمكون ديال لا ليكتور. فمثلا يمكنك أن تقوم بكتابة lire un texte explicatif ولا descriptif ولا narratif، يعني le type du texte. ممكن تكتب مثلا lire et comprendre un texte كهدف. يمكن مثلا نكتبه كهدف lire un texte d'une manière expressive إلى غير ذلك. فهناك مجموعة من الأهداف يمكنك كتابة مثلا هدفين لأي درس. support ديداكتيك يعني الوسائل الديداكتيكية التي سنستعملها في هذا الدرس. مثلا بالنسبة للليكتور ممكن نستعملو livret de l'élève ولا ليفغي دو لابرونون يعني كتاب المتعلم. ممكن نستعملو السبوره، يعني مثلا غادي نكتبو ليفغي دو لابرونون ولا دو لابرونونت. طابلو يعني السبوره الى غير ذلك. وكما نعلم كما قلنا بالنسبه لليكتور في المستوى السادس، المده لدينا 4 حصص، حصتين من 30 دقيقه وحصتين من 45 دقيقه. اذا هذه هي الترويصه. نمر لتتمه الجداده. فمثلا يمكننا رسم الجدول بهذا الشكل. إيتاب يعني المراحل. بروسيسو enseignement apprentissage، تدبير الأنشطة التعليمية التعلمية. هذه الخانة يمكن أن نقسمها إلى خانتين. الخانة الأولى نخصصها لمهام الأستاذ activité de professeur. الخانة الثانية نخصصها لactivité de l'apprenant يعني مهام المتعلم.
وهنا الخانة الرابعة موداليتي، يعني طبيعة العمل، هل هو عمل فردي travail individuel ولا عمل جماعي travail collectif. إذا كنموذج للمراحل التي يقدم فيها مثلا لا ليكتور في المستوى السادس، لدينا 4 حصص، يعني 4 مراحل. المرحلة الأولى observation découverte، يكون العمل جماعي travail collectif. المرحلة الثانية compréhension، يكون العمل فردي travail individuel. المرحلة الثالثة application transfert، يكون العمل فردي travail individuel. والمرحلة الرابعة evaluation، وايضا يكون العمل فردي travail individuel. اذا هذا كنموذج بالنسبه لا ليكتور للمستوى السادس. مثلا بالنسبه لا ليكسيك نعلم انها تقدم في حصتين من 30 دقيقه. الحصه الاولى تتكون من مرحلتين، مرحله observation découverte et compréhension conceptualisation. والحصه الثانيه ايضا مرحلتين، مرحله ديال application transfert والمرحله ديال ايفالياسيون سوتيان الى غير ذلك من المكونات الاخرى. اذا الى هنا نصل الى نهايه حلقه اليوم. ارجو ان تكونوا قد وجدتم بعض الاستفاده في هذا الفيديو، واضرب لكم موعدا مع حلقات قادمه من سلسله التحضير لمباراه التعليم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.